بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعيني ومشاهديني من كل أنحاء العالم، أهلا بيكم. النهاردة هنعمل تجربة مع بعض صغيرة، الصراحة فاجأتني. السمنة دي فيها قطاع كبير قوي من الناس بتستعمله، اللي هي السمنة النباتي. صراحة أنا ما بستعملش السمنة دي بقالي زمن، مش مهم الماركة، المهم النوعية اللي هي السمنة النباتي. أنا بجيب زبدة وبسيحها، بعمل السمنة بتاعتي في البيت، لغاية ما شفت على اليوتيوب صراحة أخت من الأرياف عملت تجربة عجبتني وقلت اعملها واجربها واشارككم معايا، عشان في قطاع كبير قوي بيستعمل السمنه دي. فالتجربه دي حسنت من طعمها ومذاقها وملمسها وكل شيء. صراحه كان مفاجاه بالنسبه لي. تعالي نشوفوا مع بعض ايه المكونات اللي هتتحط على السمنه دي عشان تبقى طعمها شبيه للسمنه البلدي بالظبط. قبل ما نعمل التجربه بتاعتنا، انا شلت جزء كده في فنجان، قلت علشان اقارن بينها وبين السمنة اللي هنعملوها مع بعض. هنشوف الملمس، ملمسها وشكلها، مذاقها، ريحتها. بالنسبة لكم انتوا هتبقوا الشكل هو اللي هيبان، لكن انا بالنسبة لي ريحتها وطعمها اتغير تغيير جذري. انا هجيب حلة هنا كبيرة وهنفضي السمنة بتاعتنا. هتفضي علبة السمنة خالص كلها، وهتحطيها على النار لغاية ما تسيح خالص، لغاية ما تسيح خالص كده. اول ما تلاقيها ساحت هنجيب كوباية لبن. كوباية دي حوالي ربع كيلو لبن ومعلقة كبيرة ملح. وكمان عندي فنجان قشطة كده انا كنت محوشاه في الفريزر، هنضيفه برضو للسمنة بتاعتنا. صراحة هي كانت ضايفة بس لبن، لكن انا هنضيف كمان قشطة هتعزز طعم السمنة البلدي. هنسيبها بقى على النار لغاية ما تغلي كده على مهلها كده على نار متوسطة. هتبصي تلاقي الريمة كده طلعت، ما تخافيش ما تشيلهاش، تسيبيها لغاية ما تغلي وتسقط الريمة دي، وتبصي تلاقي بقى عندك مرتة بس لسه ما استوتش. شايفين اللبن والقشطة كله نزل في قعر الحلة. هتسيبيها لغاية ما تسوي المرتة دي وتحمر معاكي كده، تبقى لونها كده اللون البني، مش بني محروق، اللي هو البني الخفيف ده. لقينا المرتة بتاعتنا استوت، سبتها لما بردت خالص، وبعدين هناخد جزء ونشوف الملمس ونشوفه على الطبيعة شكلها، المقارنة بينها وبين السمنة التانية. اليمين ده هو ده السمنة الأولانية قبل ما نحط فيها أي إضافات. شايفين ملمسها؟ أول ما بتسيحيها كده بين صوابعك تبقى عاملة زي الزيت بالظبط. ودي السمنة الجديدة اللي أنا حطيت عليها اللبن والقشطة. شايفين ملمسها؟ شايفين بقت مرملة ازاي؟ شايفين ده قوام السمنة العادية، وده السمنة اللي احنا حضرناها. هوريكم برضو على الطبيعة برضو في الطبق لما جمدت خالص. شايفين السمنة عاملة زي الزيت بالظبط، سيحيها بين صوابعك زي الزيت. شايفين دي مرملة ازاي؟ في فرق خالص في الملمس وفي الريحة وفي الطعم. هتعجبكم جدا. يا ريت تبعتولي وتقولوا لي جربتوها ورأيكم فيها ايه. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فادي.